نروح بقى للموضوع اللي قبل الاخير معانا، مباراة الاهلي وانبي في كاس عاصمة مصر. والناس كلها بتقول لك ايه، الاهلي حنفي، لان الاهلي قال ان هو مش هيستكمل، او النادي الاهلي قال ان هو مش هيلعب. فازاي هيلعب في كاس الرابطة اللي هو اصلا مشتكيها؟ هو النادي الاهلي ما انسحب، ولا النادي الاهلي قال مش هستكمل بطولة الدوري. النادي الاهلي طلب تأجيل مباراة قمة لحين استخدام حكام اجانب للمباراه، وقال ان لو في حكام اجانب انا هلعب المباراه في ميعادها. طب في حاله عدم قدوم حكام اجانب واعتبار النادي الاهلي منسحبا، مش هستكمل بطوله الدوري العام. الدوري العام النادي الاهلي قال مش هيستكمل بطوله الدوري، ما قالش مش هيستكمل كل البطولات. نركز. وكده كده المباراه بتاعت بعد بكره دي مازال البيان او الشكوى بتاعت النادي الاهلي معلقه في اللجنه الاولمبيه. فالنادي الاهلي هيلعب عادي جدا، مفيش اي حاجه، وهنشوف ايه اللي هيحصل. وبالنسبه لي بقى خلينا نروح نتكلم ايه فنيا شويه، يعني خلينا نروح نتكلم فنيا شويه. مارسيل كولر رغم ان هو في اجازه قال ان المباريات بتاعه كاس عاصمة مصر او كاس الرابطة هتتلعب تحت قيادة سامي قمصان، لكن بتوجه تدريبي منه. يعني هو هيبقى بيتفرج على الماتشات كده، وهيبقى بيوجه كابتن سامي في الادارة الفنية للفريق. انا شايف ان ابوس ايديكم بقى، خلوا عندكم دم، لعبوا علي معلول، عمر الساعي يلعب، يحيى عطية الله يلعب، كريم ندفد مشوه، يعني ادوا اجازة رمضانية، انسوف خيمة، مائدة رحمن مثلا اربطوه فيها، اتبرعوا بيه، يعني اعملوا بيه اي حاجة، بس يعني ايه اللعيبه اللي احنا ما بنشوفهاش واللعيبه اللي ما بتاخدش فرصها نتمنى ان الوقت ده نشوفهم وهم بيلعبوا. انا عايز اشوف علي معلول، عايز اشوف يحيى عطية الله، عايز اشوف عمر الساعي، عايز اشوف محمد عبد الله، وعايز لعيبه كتير من الناشئين تلعب. عايز اللعيبه اللي بتقعد احتياطي وليها دور تلعب. عايز عمر كمال عبد الواحد يلعب واشوفه وهو بيشارك في مركزه ويبدا يحسن. استغلوا البطوله دي، بارك الله فيكم ان انتوا تجربوا اللعيبه. ما عندناش حاجه نبكي عليها وما عندناش حاجه نزعل عليها. فاتمنى الاستفاده من لاعبي النادي الاهلي الاحتياطي والناشئين بتوع النادي الاهلي ان هم يخوضوا تجارب واقعيه. لعبوا حمزه علاء، لعبوا الناس دي، يعني اللي هو ادوا فرص اللعيبه الاحتياطي بتوع الفريق الكبير، وادوا فرص للناشئين ان هم يلعبوا، وحاولوا ان انتوا تكسبوا مباريات عشان نكمل اكبر قدر ممكن في البطوله دي، فنبقى جربنا اكبر قدر ممكن من اللعيبه، ونبقى شفنا اللعيبه دي مستواها ايه، ونعرف احنا النواقص عندنا ايه، طب تتطور ازاي، والكلام الجميل ده.